السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم منى من مطبخ فريدة كوك اند ميكس. تعالوا نشوف بقى الريش الضاني مشوية في الفرن بأسهل المكونات وبطريقة جميلة جدا، وشايفين بقى زبدة ودايبة خالص. بوريكم بقى والعظم اصلا نزل من الريش من كتر ما هي دايبة وجميلة، وطعمها جميل خالص، والتتبيلة كمان سهلة ولذيذة جدا، وطبعا تغيره شوية عن المسلوق والمشوي على الفحم، يعني شوية في الفرن بقى بدون دخان يعني للفحم ولا اي حاجة. لو عايزين بقى، لو حابين بقى ما تعملوش يعني تحطوا فيها فحماية، لو حابين طعم الشوي يعني الدخان فيها ممكن تحطوا فحماية وتحطوا عليها حبة زيت وتكمروها كده بورقة فويل. انا معايا اهي، تعالوا اقول لكم على المكونات. معايا ريش ضاني، ومعايا صويا صوص وعسل نحل وتوم مفروم، بصلايه مبشوره وطماطمايه مبشوره شلت منها القشر من بره، كوبايه زبادي وليمونتين. شايفين بقى كل حاجه سهله ومكوناتها بسيطه. على فكره الصويا صوص اختياري، لو مش حابه ما تحطوش. هبتدي بقى انزل البصلايه المبشوره والطماطمايه وكوباية والصويا صوص. طبعا لما نيجي نظبط الملح، خلي بالكم عشان الصويا صوص بيكون اصلا مالح، فحطوا البهارات وكل حاجة ودوقوا التتبيلة، وبعد كده على اساسها حطوا في الاخر الملح. هنزل بكوباية الزبادي، وهنزل بالعسل نحل وبالثوم. هنزل بنص معلقة صغيرة من الثوم. مكوناتها سهلة وبسيطة، ولو مفيش مكون عادي اضغطي عنه، متقفيش على حاجة في المطبخ. الطبخ اصلا ده يعني ممكن تظبطي اي مكونات في اي مكونات وتطلع الطعم خرافة جدا. ولو نفسك في اي حاجة اعمليها، مش لازم تقفي على حاجة. هنزل بالعسل، معلقة العسل، وهنزل بقى بلومنتين، يعني متحطيش خل، الليمون بديل الخل. وهنزل بقى بالبهارات بعد كده، زي ما قلت لكم الملح هنحطه في الاخر خالص. هنزل اهو بالليمون. طبعا هنخرم هنحط السكينة في الريش، هنخرمها كده بالسكينة كتير عشان ندخل التتبيلة من جوه، وطعم التتبيلة ياخد كله من اللحمة والخضار كمان هياخد من التتبيلة. الخضار ده كمان اللي انت تحبيه، لو عايزه تزودي بقى لو عايزه تحطي مثلا بطاطس بس، تعملي زي صينيه بطاطس بالريش، ممكن تعملي الطريقه دي. ممكن تحطي بطاطس يعني، والصوص طبعا بتاع التتبيله مع الميه اللي هتنزل من البصل والطماطم وكده، هيظبط معاكي الدنيا، وهيبقى طعم البطاطس جميل مع الضاني، وكمان تعمل معاها شوية رز، هتبقى أكلة جميلة جدا. هبتدي أقلب بقى. هنزل بقى بالبهارات. أول حاجة فلفل أسود، هحط معلقة صغيرة من كل حاجة فلفل أسود، وهنزل بقى بالكزبرة الناشفة وبهارات لحمة، كل حاجة معلقة صغيرة، بهارات لحمة، كزبرة ناشفة، وبابريكا وزعتر، والملح زي ما قلت لكم في الاخر. هنقلب البهارات دي كلها مع التتبيله، وهندوق لو لقينا الملح مظبوط مش هنحط ملح، لو لقينا الملح ناقص هنحط ملح بسيط على حسب مقدار الملح اللي انا حطاه.
هبتدي بقى زي ما قلت لكم بهارات اللحمه اوعوا تنسوها، والملح زي ما قلت لكم على حسب الصويا صوص، لو مش عندكم صويا صوص، ولو مش حابين تحطوا ما تحطوش، كله ده حاجه اختياري، وسنه من الكركم. هبتدي اقلب. هي بتاخد بالظبط ساعتين في الفرن. اول حاجه على درجه حراره عاليه، اول ساعه بتاخد على درجه حراره 200، وبعد كده تاني ساعه بنوطي عليها، ما تفتحيش عليها الفويل خالص غير بعد الساعتين ما تنتهي. زي ما قلت لكم اهو هدوق التتبيله. لقيت الملح ناقص شويه فهزود شويه. هقلب برضه التتبيله، وبعد كده هدخل بقى التتبيله في اللحمه. هجيب سكينه بقى اخرم اللحمه الضاني، الريش الضاني، وهحط بقى اللحمه من جواها. انا حبيت اغير المره دي لان بحبها برضو مسلوقه جدا، بحبها مسلوقه، بس حبيت اغير المره دي واعملها مشويه في الفرن. والتتبيله الخرافه دي كمان طلعتها جميله. زي ما قلت لكم مع الخضار اللي انتوا تحبوه، ده اختياري. انا حطيت جزر وبصل وثوم وفلفل الوان وفلفل حراق. زي ما قلت لكم جزر مقطع، كترت الجزر وبطاطس. لو عندكم بطاطس صغيرة خالص حطوا منها. هحط الفويل بقى وهحط عليه ورق الزبدة. هنزل بالخضار الاول، وبعد كده احط عليه الريش بالمقادير بالتتبيلة، وكله ده هينزل على الخضار. شايفين بقى الخضار شكله جميل جدا، فلفل الوان والجزر والبصل والطماطم والفلفل الاخضر. هنزل بقى بالتتبيله كلها. كده كده انا دخلتها جوه اللحمه كلها، شبعت من بعض. تنزل بقى على الخضار. ابتدي بقى اقفل بقى كويس. شايفين الفلفل الحراق بيدي طعم كمان جميل جدا في اللحمه، بيدي نكهه جميله الصراحه. هجيب بقى ورقه فويل تاني واقفل بيها. ميزة الورق الفويل ان هو بيسرع سوا اي حاجة، لحمة بقى، فراخ، اي حاجة انتوا تحبوا تسووها بيستوي. مش هنحط مية ولا اي حاجة، هتستوي. ورب يعجبكم.